السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان. والبدء بأهم العناوين. شركة حارات للنقل تبدأ الخدمات على طريق سرحة أنبسة قلب المشيد حديثا. رعاية الحوامل في مدينة كرن يحقق نموا جيدا. مركز ترامني للشتول ينتج أكثر من 200 شتى ويساهم في البرامج التنموية. تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان. الرئيس الأمريكي يتباحث في واشنطن مع نظيره الإسرائيلي. عشرات القتلى والعديد من المحاصرين في انهيار أرضي بالهند. من العناوين إلى التفاصيل. بدأت شركة حارات للنقل خدماتها على طريق سرحة أنبسة قلب الجديد الذي تم تشييده بتكلفة تزيد عن 6 ملايين نقفة في مديرية صنعاء بالإقليم الجنوبي. ويشمل هذا الطريق الذي يبلغ عرضه 9 أمتار مرصف بالجسور ومعبد بالتربة المختارة وقنوات الحماية من الفيضانات. وفي حفل الافتتاح الذي أقيم في قلبة في 18 من يوليو، أعلن قائد القيادة الوسطى العميد تخلاي كفلاي وسكرتير الإقليم الجنوبي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيدة متى نقوسي ونائب حاكم الإقليم الجنوبي السيد تكي تولي اكتمال الطريق الجديد وإطلاق شركة حارات خدمات النقل. وقال مدير أنبسة قلبة السيد نقوسي محاري أنه وكجميع المواطنين الذين يعيشون في المناطق الحدودية لإثيوبيا فقد وقعوا ضحايا للأعمال العدائية والغزوات التي شنها الويان منذ أكثر من 20 عاما، ونتيجة لذلك حرموا من الخدمات الاجتماعية، معبرا عن أمنياته الكبيرة لحل كافة الصعوبات تدريجيا مع افتتاح هذا الطريق. وأشار السكان إلى أنهم كانوا يجبرون على السفر لساعات طويلة على طريق غير معبدة ووعرة للحصول على الخدمات الإدارية وغيرها بسبب العدائيات نظام الوياني، مثمنين على حصولهم خدمات النقل بصورة جيدة وسريعة. وقال مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي شكر إن بناء طريق جديد هو جزء من سياسة التنمية الريفية النهائية للحكومة، مما يقدم الخدمات لمنطقتي لحوان وأخران وغيرها من المناطق. وتم توزيع شهادات تقديرية على وحدات القيادة الوسطى وإدارات القرى التي تساهم بشكل كبير في برامج التنمية المختلفة بشكل عام والمحافظة على المياه والتربة والتشجير بشكل خاص. تقع ضاحية أنبسة قلبة على بعد حوالي 34 كيلومتر من مدينة صنعاء. حققت الحملات التوعوية المستمرة نموا جيدا بالثناء فيما يتعلق برعاية النساء الحوامل في مدينة كرن. وقالت رئيسة مركز بلوكرو الكرن الصحي الممرضة خديجة عمر لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا أن عدد النساء الحوامل اللائي تلقين الخدمات في النصف الأول من العام الجاري زاد بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفيما بلغت نسبة تطعيم الأطفال 100%، موضحة بأن ذلك خير دليل على الوعي المتنامي. وذكرت الممرضة خديجة أنه من المهم للنساء الحوامل إجراء متابعة منتظمة خلال الأشهر الأولى من الحمل من أجل صحتهن وصحة جنينهم، موصية أن المجتمع إبداء متابعة جيدة لهن مدركين هذه الأهمية. وقالت الممرضة خديجة أن المراقبة المستمرة تتم في المركز الصحي وكذلك من خلال ممثلي الصحة الريفية للسيطرة على الأمراض، حيث يقدمون لهم التثقيف الصحي قبل بدء خدماتهم اليومية. وحثتهم على القضاء على الممارسات البالية التي لها عواقب خيمة على النساء والأطفال. أعد مركز ترامني للشتول بمديرية دوار 216 ألف شتلة هذا العام ووزعها بالمجان على المشجرين. أكثر من 50% من الشتول عبارة عن أشجار القلميطوس، في حين أن الباقي يشمل 15 نوع من الأشجار
الوطنية. وقال مدير المركز السيد جرماي الرايا لوكالة الأنباء الإرترية إيرنا أن الأشجار التي يزرعها الأفراد والمؤسسات الخاصة كل عام وصلت إلى مستوى جيد بفضل الرعاية والحماية الممنوحة لها. وذكر أنه تم حتى الآن توزيع أكثر من 20,000 شتلة، وأن صيانة الطريق المؤدي إلى المركز ساهم بتسهيل عملية التوزيع. تم تقديم دورة تدريبية فيما يتعلق بطبخ البطاطا الحلوة الذي نظمته وحدة تنمية المحاصيل إلى 20 أما في مدينة أغردات. وقال المدرسون نمو أسلوب الحياة أن التدريب المقدم يشمل أنواع مختلفة من البطاطا الحلوة وتقنية الطبخ والفوائد الغذائية. وقال رئيس مكتب الزراعة في المديرية سيد تيدروس زغرقيش أن التدريب مهم في الثقافة الغذائية للمجتمع، لذا سيتم الدفع به بقوة. وحث إسحاق طعماي مدير المديرية على وصول التدريب إلى جميع المناطق. الجدير بالذكر أنه قد تم تقديم تدريبات مماثلة في ضاحية عدرداء. تخرج في 17 من يوليو مع مجموعهم 135 شابا تلقوا تدريبا مهنيا بأسلوب نظري وتطبيقي من شهر إلى 3 أشهر في مديرية عدقالة بالإقليم الجنوبي. وقال رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية الشاب جمال نور أن التدريب شمل مد خطوط الكهرباء والتصوير الثابت والمتحرك والتجميل وتصفيف الشعر وغيرها من التدريبات المهنية. وقال رئيس الاتحاد بالإقليم الجنوبي السيد جرماي جبرو أن التدريب هو استمرار للجهود المبذولة لبناء قدرات الشباب، داعيا المجتمع المدني إبداء الاستعداد لإرشاد ورعاية الشباب، وعلى المتدربين تفعيل ما اكتسبوه من المعرفة المهنية. وشكر مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في المديرية السيد تيدروس والهيمانوت الاتحاد على جهوده، وحث المتدربين على تطوير فرصهم من خلال العمل، وأن يصبحوا قدوة للعمل والتغيير في مجتمعهم. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا أظهر تدريبات عسكرية مشتركة بين موسكو وبكين في بحر اليابان. وكثف البلدان الاتصالات الدفاعية بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة في الأشهر الأخيرة. والأحد الماضي ذكرت وزارة الدفاع الصينية أن أسطولا تابعا للبحرية انطلق لينضم إلى قوات بحرية وجوية روسية في بحر اليابان في تدريب مشترك يهدف إلى حماية الأمن في الممرات المائية الاستراتيجية. وقالت وزارة الدفاع أن أسطولا صينيا صغيرا مؤلفا من 5 سفن حربية و4 طائرات هليكوبتر محمولة على سفن قادرة من تشينغوا، وسيلتقي القوات الروسية في منطقة محددة سلفا. وذكرت الوزارة أن قوات بحرية وجوية روسية ستشارك في التدريبات التي ستجرى في بحر اليابان. ونفذت السفينتان الحربيتان الروسيتان غرميكي وسافريتش المشاركان في التدريبات الجديدة تدريبا منفصلا هذا الشهر مع البحرية الصينية في شنغهاي على تحركات التشكيلات والتواصل والإنقاذ البحري. أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض مباحثات مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ. وذكر البيت الأبيض في بيان أن هذه المباحثات تطرقت إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التنسيق لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. وأكد الجانبان بهذه المناسبة على متانة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، كما ناقشا التعاون القائم بين البلدين لتطوير حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة مثل تغيير المناخ والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي. وبخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يضيف البيان جدد بايدن دعمهم لمبدأ حل الدولتين المتفاوض عليه، واصفا إياه بأنه أفضل سبيل نحو سلام دائم وعادل.
قال مسؤولون إن عمال الإنقاذ في الهند واجهوا صعوبات في تضاريس الوعرة وسوء الأحوال الجوية أثناء بحثهم عن ناجين من الانهيار الأرضي الذي أودى بحياة 10 أشخاص على الأقل في قرية جبلية بعد هطول أمطار غزيرة على المنحدرات. وقال المسؤولون إن الأرض تراجعت في قرية رشواد النائية الواقعة في منطقة رواقة بولاية راماشار الغربية. وأفادت تقارير أولية أنه يخشى أن يكون حوالي 100 شخص محاصرين تحت الأنقاض بينما ينتظر أقاربهم الأخبار. كما حدثت عدة انهيارات أرضية في ولاية جامو كشمير في 19 من يوليو وفقا لما ذكره مسؤولون، حيث تضرر أحد الجسور مما تسبب في اضطرابات شديدة في حركة المرور. ماتت أكثر من 100 مليون نحلة في البرازيل بعد تسممها بمبيد حشري تم استخدامه بشكل غير قانوني في ولاية ماتو غروسو الغربية. وتم العثور على آثار مبيد حشري لقتل النحل في 600 خلية على الأقل بعد أن حقق معهد ماتو غروسو للدفاع الزراعي في وفاة ملايين النحل قبل شهر، بعضها ينتمي لأنواع مهددة بالانقراض. ويسمح باستخدام المبيدات الحشرية على المحاصيل في البرازيل، ولكن نظرا لسميتها على النحل يحظر رش الهواء. وتم تقريم مالك المزرعة الذي تسبب في تسمم الخلية في مدن مختلفة في ماتو غروسو. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. شركة حراك للنقل تبدأ الخدمات على طريق سرحاء أنبسة قلب المشيد حديثا. رعاية الحوامل في مدينة كرن تحقق نموا جيدا. مركز تار أمني لشتول إنتاج أكثر من 200,000 شتلة ويساهم في البرامج التنموية. تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان. الرئيس الأمريكي يتباحث في واشنطن مع نظيره الإسرائيلي. عشرات القتلى والعديد من المحاصرين في انهيار أرضي بالهند. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.